احتفلت مقدمة البرامج لينا الطهطاوي بخطوبتها على البلوجر محمد فرج في حفل عائلي بسيط مساء الأربعاء 20 ديسمبر الجاري. نشر محمد فرج صوراً من حفل الخطوبة عبر حسابه بتطبيق إنستغرام، وعلق كاتباً: يذكر أن محمد فرج تقدم لخطبة لينا الطهطاوي بطريقة مفاجئة في لبنان، فأوهمها مع شركة سياحية أنها ستسافر لتصوير إعلان ما هناك، ليفاجئها بطلبه الزواج منها بطريقة رومانسية. وكان محمد فرج ولينا التقيا لأول مرة في حلقة من برنامج توكسيك كيك في مايو الماضي. محمد فرج انفصل عن زوجته نوران نصر منذ شهور بعد زواج دام 2 سنين، ومنذ الطلاق بدأ فرج في إثارة الجدل بنشره بعض الصور التي تشير إلى وجود فتاة أخرى بحياته وفقا لتوقعات جمهوره، حتى فاجئهم وأعلن خبر خطبته بلينا الطهطاوي. ولينا الطهطاوي هي مذيعة برامج شهيرة، وتقدم حاليا برنامجها الرياضي كابيتان مصر عبر قناة أون تايم سبورت، وآخر عبر راديو نجوم FM. ومحمد فرج بلوجر مصر شهير، بدأت شهرته بتقديمه فيديوهات ترفيهية على منصة تيك توك، ومن ثم توسعت شهرته ليمتلك 4 مليون متابع على إنستغرام، وأصبح مالك لسلسلة مطاعم خاصة به.